السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله فيديو جامد جدا. هنعمل مع بعض احلى كباب حله، بس لازم نعمله بطريقه مظبوطه ونشوف التكنيك الصح للتسويه علشان ناكل حته لحمه حلوه جدا طريه وصوص روعه. وهنعمل كمان معاها رز ابيض طعمه حلو جدا، هننكهه بشويه منكهات وهنشوف سر الرز الابيض ازاي ما يعجنش معانا. تابعوني لاخر الفيديو علشان نشوف كل التكات، وما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير للفيديو مع كل اصحابكم. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. في حلة على النار نسيبها تسخن كويس جدا، ونحط فيها معلقتين زبدة او سمنة ومعلقتين زيت. هسيب الزبدة تدوب وتسخن كويس قوي، وهنزل عليها بعد كده بمستكة 5 أو 6 فصوص مستكة، وكمان 10 فصوص حبهان. ندوب المستكة ونحمص الحبهان، واول ما ريحة الحبهان والمستكة تطلع كده ننزل باللحمة على طول تاخد صدمة على نار عالية جدا. واللحمة مقطعاها مكعبات صغيرة بالشكل ده علشان ما تاخدش وقت طويل في التسوية. ومش هنزل اللحمة كلها مرة واحدة في الحلة علشان الحرارة بتاعة الحلة ما تنزلش قوي، علشان عايزين اللحمة ما تنزلش ميتها علشان تفضل طرية. هننزل جزء من اللحمة نشوحها كويس تاخد صدمة وتاخد لون حلو، والمرحلة دي لازم النار تكون عالية على الاخر. هنشوحها كده ونخليها تاخد لون حلو من جميع الجهات، وبعد كده بناخدها على جنب وننزل الشوية اللي بعدهم لحد ما نخلص كل الكمية اللي معانا. هنفضل نشوح في اللحمة لحد ما تدينا لون بني حلو قوي كده، تدينا طعم حلو قوي وكمان صوص لونه تحفة. ودلوقتي مش هحط عليها توابل غير الفلفل الاسود، علشان الفلفل يتحمص مع اللحمة على نار عالية ويطلع ريحته وتدينا طعم ونكهة احلى بكتير غير لو ضفناه في الاخر. هفضل اشوح اللحمة مع الفلفل على نار عالية، وكمان ضفت معلقة صغيرة من السكر. السكر هيكرمل اللحمة ويدينا لون حلو قوي، وكمان هيسرع تسوية اللحمة. شايفين اللون الحلو اللي خدته اللحمة ده؟ هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط، وهو ده اللي هيدينا طعم حلو قوي للحمة وكمان صوص لونه تحفة. وشايفين مفيش اي مية نزلت من اللحمة خالص علشان شوحناها على نار عالية جدا. بعد كده هنزل عليها بالبصل، وكمية البصل في كباب الحلة لازم تكون قد كمية اللحمة، وما تخافيش من كمية البصل الكتيرة دي. البصل ده كله هيدوب مع اللحمة ويعمل لنا صوص خطير. وضفت عليهم كمان قرنين فلفل رومي متقطعين صغير، وقرن فلفل حامي زي ما هو سليم كده مش هفتحه. وحطيت كمان حبيتين طماطم مبشورين. هقلب كل ده مع بعضه كده. دلوقتي الخضار هينزل ميته واللحمة هتشربها، مش هنضيف اي مية دلوقتي خالص. وضفت كمان البهارات، حطيت معلقة صغيرة بهارات لحمة ورشة من القرفة وورقتين لورا. كباب الحلة مش هنحطله بهارات اكتر من كده، لا كمون ولا كزبرة ولا اي حاجة تانية. ولسه محطناش ملح خالص لحد دلوقتي. هنقلب كله مع بعضه كده كويس واسيب الخضار لحد ما يدبل وينزل ميته واللحمة تتشرب المية. وضفت عليهم كمان 3 فصوص توم مقطعاهم شرايح بالشكل ده، مش مفرومين ولا مهروسين ناعم. هقلبهم واسيبهم على نار هادية الخضار ينزل ميته، ومش هضيف اي مية خالص دلوقتي لحد كل المية اللي موجودة في الخضار ما تنشف. وهنا خلاص الخضار كان نزل كل ميته واللحمة اتشربتها ونشفت على الاخر. دلوقتي نقدر نزود لها المية، والمية تكون مغلية، وهنزود لها مقدار كوباية مية واحدة بس، ونسيبها تتشرب المية خالص. وبعد ما تنشف تماما نرجع نزود لها كمان كوباية لحد ما تستوي. كباب الحلة ما بنحطلوش المية كلها مرة واحدة، بنزودها بالتدريج. بغطيها وهدي النار عليها واسيبها تتشرب المية براحتها خالص لحد ما تنشف تماما، وبعد كده بزود لها كمان كوباية مية مغلية. وهنسيب اللحمة بقى تاخد وتدي كده براحتها. وتعالوا بقى مع بعض نعمل الرز. في حلة على النار وضفت فيها معلقتين سمنة ومعلقتين زيت. السمنة علشان تدي طعم حلو للرز، والزيت علشان الرز يطلع مفلفل. هسخن السمنة والزيت كويس قوي، وانزل عليهم ب3 كوبايات رز بلدي مغسول ومتصفي، مغسول بس مش منقوع. وهننزل بالرز على السمنة تكون سخنة جدا. نشوح الرز كويس جدا جدا علشان الرز يطلع مفلفل، علشان الناس اللي بتشتكي ان الرز وبالذات الرز الابيض بيطلع معجن معاهم، ده علشان ما بنشوحش الرز في معلقة السمنة السخنة كده. وضفت له عود قرفة خشب و5 فصوص حبهان علشان يطعموا الرز ويخلوا نكهته حلوه. هشوحهم شوية مع الرز لحد ما ريحتهم تبدأ تطلع، وبعد كده هنزل عليه بالمية السخنة. ومقدار المية كل كوباية رز بتاخد تقريبا من كوباية لكوباية وربع من المية السخنة.
وضفت كمان الملح، وبسيبه على نار عالية لحد ما يتشرب المية، وبعد كده بهدي عليه النار خالص لحد ما يستوي. تعالوا بقى نرجع لكباب الحلة نشوف اخباره ايه. هنا كان اتشرب كوباية المية التانية اللي حطيناها، هضيف له كمان كوباية مية سخنة. كده خلاص كان دخل في السوا، هحطله الملح بتاعه واظبطه واسيبه يكمل سواه. وهنا خلاص الرز كان اتشرب المية بتاعته كلها، هقلبه تقلبتين كده من تحت لفوق، وهدي عليه النار خالص زي الشمعة، واسيبه يكمل تسويته على نار هادية. وكده خلاص كباب الحلة كان استوى. شايفين شكله عامل ازاي؟ ولا الصوص بتاعه تحفة. بزود له في الاخر بس رشة صغيرة من جوز الطيب يخلي ريحته حلوة قوي. وهقلبه تقليبة، وبعد كده بحط له فحماية مولعة واطفيها بمعلقة صغيرة من الزيت، وغطيت عليها 10 دقايق تتشرب ريحة الفحم. تعالوا بقى نغرف الرز مع بعض بعد ما استوى. شايفين شكله عامل ازاي؟ مفلفل ما شاء الله، مش معجن خالص، وده علشان شوحناه في الاول في السمنة السخنة. وده البطل بتاعنا النهاردة، احلى كباب حلة في الدنيا. شايفين شكله عامل ازاي؟ ولا الصوص بتاعه وريحته كانت خطيرة. اللحمة كانت مستوية ودايبة على الاخر. لو حابة تزودي الصوص بتاعه عن كده هتزودي له المية شوية. وبكده بكون خلصت الفيديو بتاعي معاكم النهارده. بتمنى من كل قلبي الوصفه تكون عجبتكم، وبتمنى تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير مع كل اصحابكم. ولو لسه ما اشتركتش في قناتي تشتركوا حالا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد. كنت معاكم نرمين علي من قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفه جديده. سلام عليكم.